السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا الغاليين عاملين ايه؟ طمنونا عليكم. يا رب كده الامتحان يكون جور بخاطركم وحليتوا فيه كويس وحقق لكم اللي بتتمنوه وعوض خسارة اللي فات ورد البهجة كده على قلوبكم وخدتوا دفعة كده قوية للكيمياء. يلا بينا، مفيش وقت، مدينا يومين بحالهم ونص يوم، منين علينا خالص والله، كتر خيرهم. مش عارف ايه الكرم اللي فيهم ده. تمام؟ طب هنقول من اولها كده، هنلحق. ازاي هنلحق؟ تعالى اقول لك ازاي. بس قبل ما نبدا كده ما تنساش تشترك تحت في القناه ولايك وكومنت جميل من قلبك ودعوه بالله الحلوه لاخوك عشان في الامتحانات. ما تنساش طبعا تخش في جروب التليجرام اللي تحت، بنعمل عليه حاجات جميله قوي. تمام؟ هنلحق. رقم واحد، بس عايز اوريك حاجه كده. لا دي مش الشبكه. بص، اولا دي كانت من مستر محمود. تمام؟ دي من مستر محمود اهيت. وده دي مش الشبكه برضه، حاجه تانية. ده كان من المحافظه، درع التفوق. تمام؟ ده كان تكريم في شرم الشيخ. شد حيلك بقى، يعني حفزتك ووريتك شويه حاجات حلوه. عقبالك ان شاء الله كده ايه اما تفرحونا كلكم ان شاء الله اخر السنه. نخش في المفيد على طول. يلا. اولا هنعمل ايه؟ رقم واحد، لازم تعرف ان الكيمياء العضويه هي لها النصيب الاسد في الامتحان. يعني هل لو انا ذاكرت كيمياء عضويه بس انجح، انت ضامن تحل اسئله الكيمياء العضويه صح؟ يا دكتور ضامن، بس ما تفولش ان شاء الله نحلها صح. انت ضامن تحلها صح؟ لا مش ضامن. خلاص نذاكر كويس. طب امتحان الكيمياء يتقفل. بتكلم امبارح مع واحد صاحبي يقول امتحان الكيمياء ده يتقفل كده، وانا حرفيا فعلا يتقفل كده. لان الكيمياء مستشارها هو بيلعب على تريكات بسيطه خالص، بيبين مين الفاهم ومش فاهم. فلو انت عارف التريكات دي بالسنين السابقه يعني والنماذج الاسترشاديه، الكيمياء بيلتزم بالنماذج الاسترشاديه، وان شاء الله هتلاقي المستوى يا اما زيها يا اما اعلى منها شويه بسيطه. تمام. طب ده افتكر السنه اللي فاتت في مسابقه اوائل الطلبه لما رحتها في شهر 3، هو حرفيا كاتب لك كل المركبات صح، كاتب لك معادله وكل المركبات صح، اللي عيب لك في حاجه واحده، في الحاله الفيزيائيه الماده سوليد ولا ايكوس ولا فيبور ولا الكلام ده كله. فشفت هو بيلعب في ايه؟ شفت هو بيشوف تركيزك لحد فين. فالكيمياء عايزه تركيز. طب هنعمل ايه؟ والله انا شايف اولا النهارده خلاص نص يوم، فناخد فيه الباب الاول والتاني. النهارده كده خلاص بقى نص يوم. فان انا اقول لك هات العضويه وحل عليها كده بظلمك. فانا بقول لك النهارده هات اول وتاني بابين، اللي هو الباب الاول بتاع معادلات الحديد، وتركز كويس بالله عليك على معادلات الحديد. والباب التاني بتاع التحليل الكيميائي، وتركز كويس بالله عليك على مسائل المول، لان مساله المول عليها 3 درجات ومفيش امتحان جلد. يعني مفيش امتحان جه من غير مساله مول. طب انا عندي مشكله في المول، انصحك يعني مستر خلاص كان عامل حصه المولاد اللي هي المول على اليوتيوب. الحصه دي ممتازه. فلو انت عندك مشكله فيها ابدا فيها. تمام. طب تاني يوم اللي هو بكره، التالت والرابع. ولو عرفت تجيب نص العضويه حيات، يعني انت ان شاء الله تصحى للساعه 6 ما تصحاش الساعه 9، لا صلي الفجر واشتغل. تمام يا باشا. خد التالت والرابع ان شاء الله، الاثنين سهلين. لو صعب معاك شويه مسائل الالتزام، برضه مستر خالد صقر او مستر محمد عبد الجواد او دكتور عبد الله شمس ان شاء الله يظبطوا لك الموضوع ده. لو برضه مسائل الكهربيه صعبه، برضه الثلاثه دول هيظبطوا لك الدنيا. نوصل وبعد المغرب كده رجاء تكون مخلص البابين دول، يعني حاول باقصى قدر. طب لو ما عرفتش معاك للعشاء، المهم ان انا مش عايز اليوم ده يخلص على البابين دول بس، انا عايزك تعدي على العضويه. عايزك تروح على اخر 4 دروس في العضويه تقراهم وتذاكرهم. ليش مع اخر 4 دروس؟ لان هي دول اللي فيهم اللعب كله. اللي هو الاستارات واخر 4 دروس دول بيبقى فيهم اللعب جامد. وحرفيا لو شفت امتحان السنه اللي فاتت، هو جايب لك سؤال كده مطلوب منه 3 حاجات، كان من الدرس الرابع، كان من اخر 4 دروس. تمام. طب ويوم يوم الجمعه ان شاء الله هناخد الكيمياء العضويه والقصور اللي عندك في باقي الابواب. يعني ثانيه،
انت عندك مثلا قصور في معادلات الحديد كل شويه بنساها، تراجع عليها. عندك مثلا بنسى معادلات الاتزان، مش بعرفش اجيب ثابت الاتزان، تراجع عليه. بنسى مثلا والله العظيم ان انا مثلا المول الوزن بتاع مثلا معادلات الباب الثاني، تراجع عليه. تمام. طب نسمع مين؟ سبق وقلت ان مفيش حاجه اسمها ازهر وعام. المواد الثقافيه يا حبيب قلبي مفيش حاجه اسمها ازهر وعام. تمام. وده انت هنتكلم فيها في فيديو تاني عشان وقتك بس. طب اسمع مين معاك؟ مستر خالد صقر. واقسم لك بالله، اقسم لك بالله كمان مره، انا كنت مستر خالد صقر السنه اللي فاتت ودخلت الامتحان والله العظيم لولا التسرع، بس لولا التسرع انا الحمد لله الامتحان كله صح ما عدا وزن معادله واحده. وزن معادله والله العظيم، بس هي كان معادله طالب فيها معادلتين، مش فاكر السؤال، كان معادله معادلتين فانا وزنت غلط. يعني انا كنت حافظ المعادلات كلها وفاهم، بس التسرع من غير قصدي بهدل لي الدنيا، فنقصت درجتين بس انا كنت راضي رضا تام، لان حرفيا انا في الكيمياء انا كنت حالل كتاب مستر خالد صقر، كنت حالل كتاب الطيب، كنت حالل كتاب المرشد، كنت حالل اسئله سنين سابقه عام وازهر، كنت حالل امتحانات سنين سابقه عام وازهر. مفيش حاجه كانت تتعمل تاني، فانا خارج من الامتحان اعملوا اللي تعملوه، تولع على دماغكم بس كده والله. انت توصل للمرحله دي اللي هو انا داخل، انا عايز اخلص، انا خلاص زهقت وعملت اللي عليا وعايز اخلص. هاتوا اللي عندكم، اللي هو ايه، انا كنت بقول لهم ايه، هاتوا اللي عندكم، اروني ما لديكم. بس هعمل ايه؟ ما انا عملت اللي عليا. انت بقى انا عايزك توصل لكده بقى. تمام. عندك 3 مدرسين، مستر خالد صقر، مستر محمد عبد الجواد، مستر دكتور عبد الله شمس. اي واحد في ال3 هو كفيل يدخلك تقفل الامتحان. تاني، لو انت قعدت معاه بتركيز، اي واحد من ال3 هو كفيل ان شاء الله يدخلك تقفل الامتحان. تمام. لا قدر الله، لا قدر الله مثلا حضرتك جالك ظرف في الايام دي، تركز على ايه؟ اولا مفيش حاجه اسمها تركز على ايه، المنهج كله لازم يتذاكر. وعندك اي مناسبه، اي حد جاي يقعد معاك طنش كل ده، طنش يا باشا. هما 3 ايام يعني ايه، هما فاضل لك بالظبط، بنتكلم ان النهارده 18، حضرتك تخلص يوم 9، هانت والله. انا عارف ان انت جايب اخرك ومخنوق، بس هانت. تمام. اقطع كل حاجه دلوقتي، مفيش اي حاجه مهمه دلوقتي. في فرح ابوك وامك هيسدوا عنك يا حبيبي، في خطوبه ابوك وامك واخواتك هيسدوا عنك يا حبيبي. اقعد انت ذاكر، اقعد انت ذاكر. حد جاي يقعد، هو مش جاي ليك انت، هو جاي يقعد مع الناس اللي تحت. خلاص. تمام. فنسال الله انت تاخد الكلام بجديه بقى، ومش عايز ناس تقول لي هلحق مش هلحق، هلحق مش هلحق، هلحق مش هلحق، وما لاقيش تعليق على الفيزياء. لو سمحت، انا بقالي 3 فيديوهات في تعليقات على الفيزياء. يا دكتور انا حليت في الفيزياء غلط، يا دكتور انا حليت في الفيزياء. يا عم كلكم حليتوا غلط يا حبيبي، كلكم نقصتوا برضه، كلكم لسه زي بعض، مفيش حاجه لسه اتفرقت. اللي فرق بينكم هو دلوقتي هو النحو والصرف والكيمياء، ان الكيمياء مهما يكن هو مش هيعرف يصعب فيها. تمام. يعني هو مستشار كيمياء ما شاء الله راجل محترم، كل المستشارين رجاله محترم وناس محترمه والله، بس هو الكيمياء مقدور عليها جامد والله العظيم، مقدور عليها جدا. انت لو انت مذاكر كويس ودخلت اي امتحان في السنين اللي فاتت هتقفله بصابع رجلك. وبرضه امتحانات العام برضه، يعني امتحانات العام لما تشوف مستر خالد صقر الحقيقه انت اشتركت معاه، او عبد الجواد او دكتور عبد الله شمس، برضه يعني هي الفكره هي في كلمه بس. فما تحبطش نفسك وتقول لي مش هلحق مش هلحق، لا تلحق يا حبيب قلبي. انت ما بتلعبش انت بتلعب على تنسيق. انتوا 73000 واحد، انا هاخد منكم اعلى 7000 او اعلى 6000، يعني ايه، ارزعهم في كليات واصرف الباقي. فانت تلعب على كده، ان انا ارتب على محافظتي. اسمع، يعني انا كلمه اتقالت لي، انت حاول ترتب على محافظتك. هم بياخدوا اوائل المحافظات كده ويقوموا حاطينهم في طب القاهره، بعد كده تاني اول محافظات طب، بعد كده تحتهم طب دمياط، بعد كده طب اسيوط، بعد كده وزع على اسنان، بعد كده وزع على صيدله، بعد كده وزع على هندسه. هي كده. مش اللي هيجيب 96 هو اللي هيلحق، ولا يجيب 99 هو اللي هيلحق، واللي يجيب 3 مش هيلحق. مش كده خالص. انت بتلعب على تنسيق. تمام. يا رب يا رب كده تفوق وتعرف ان دي مصلحتك، وما تحبطش نفسك خلاص. يعني هي هانت، يبقى بالعكس كده شد نفسك، انت خارج من امتحان الصف واخد باور جامد كده. ولو وصلت طبعا للفيديو ده ما تنساش طبعا تشترك في القناه، وفي جروب تليجرام تحت طبعا ما تنساش تخش فيه. ماشي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.